السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنفرز النهارده ورق العنب بثلاث طرق، التلاتة احلى من بعض وبتكات مهمة جدا. فالفيديو النهارده لازم تركزي فيه كويس واسمعي الفيديو للاخر. وتالت طريقة مهمة جدا لازم تعرفيها. هقولك كل حاجة عن ورق العنب وازاي تفرزيه، والتكات المهمة اللي لازم تعمليها عشان يفضل معاكي بنفس الطعم ونفس الجودة. اول حاجه كده هنصلي على رسول الله ونسمي الله، ونجيب معانا كمية ورق العنب اللي احنا عايزين نفرزها. والكمية اللي انا كنت جايباها دي كانت تقريبا 2 كيلو. حشت منها جزء في التلاجة علشان انا هعمله على طول، والباقي كله حطيته في الفريزر. بصي بقى يا ست الكل، اول حاجة لما بنجيب ورق العنب ده الوقت المناسب انك تخزني فيه. مش بنخزن الورقة الخشنة، احنا محتاجين الورقة الناعمة. فهو خلاص قرب يخلص والورق بدأ يخشن، فانا جبت دلوقتي وهنبدأ نخزنه. اول حاجة كده جبت اكياس نايلون اللي هخزن فيها، ونبدأ بأول طريقة معانا. اول طريقة بقى دي للناس المستعجلة اللي ملهاش في وقفة المطبخ كتير ومش فاضية اصلا وعايزة تخلص على طول. هنمسك كده كل ربطة بربطتها، هنعدل الورق كويس ونخلي كل ورقة مفرودة عشان انا مش عايزة بعد كده الورق يبقى متكسر معايا. هنعدل كل الورق وبعد كده هنحطه في الكيس النايلون، ونطلع منه الهواء. طيب ايه اللي انا حشتها دي؟ وانتي بتعدلي في ورقه ما بتبقاش حلوه، في ورقه بتبقى محروقه، في ورقه بتبقى خشنه قوي. فانتي برضو الورقه الوحشه انتي بتحشيها. طيب هتسالوني غسلته ولا لا؟ لا، انا ما غسلتوش. انا ما بغسلش ورق العنب قبل ما افرزه. انا بحطه زي ما هو جبته كده، لانه كمان نضيف شويه. بس انتي تقدري تغسليه وتسيبيه يتنشف، بس انا لا. جربتها وخدوها مني ثقة، بيطلع حلو جدا لما بتعمليه بالطريقة دي. بحطه بقى في الكيس واشفط الهوا جامد، اطلع الهوا واشفطه ببقي كده، اشفطيه كويس. وبعد كده تمسكيه كويس، تلفي كده وتيجي رابطه. ويبقى كده يعني لازم يكون مفرغ زي ما انت شايفه كده، الكيس متطبق عليها مفيش هوا جوه علشان تاخدي افضل نتيجه. طيب نرجع تاني. انا مش بغسله، انا بحطه في الفريزر. طب بتغسليه امتى؟ بعد ما بطلعه. ممكن احطه في المية المغلية وهو متلج عادي، وساعات لا بسيبه يفك شوية. وبعد كده باجي وهو بيفك بسرعة على فكرة، لان انتي مش مكبرة الربطة، انتي عاملة شوية رفيعين فبيفك بسرعة. وبعد ما بطلعه من المية المغلية بقى بعد السلق، باجي بقى شطفاه، بيبقى معاكي زي الفل. طيب دي تاني بقى طريقة، والطريقة دي برضو للناس برضو المستعجلة. هي الطريقة دي والطريقة الأولانية حلوة، بس عايزة مكان واسع في الفريزر. مش عايزة تحطي ورق العنب وتقعدي بقى تحطي حاجات فوقيه وتحطي حاجات تحتيه، فهيكسر منك ورق العنب. دي من يعني مش ميزة. بس هي الطريقة دي حلوة قوي. عايزة مثلا ديب فريزر اللي هو أدراج ده، تحطيهم في درج لوحده. ولو هتحطي جنبيه حاجة، بس أهم حاجة متحطيش فوقيه حاجة ولا تقعدي تطلعي وتدخلي فيه كل شوية، تاخدي بس وقت ما تكوني محتاجة. فدي حلوة في كده. نعم، لو عندك اللي هو الفريزر الأفقي ده، لا ما ينفعش الطريقة دي خالص. أنا هقولك على تالت طريقة هي اللي تنفع. لو انتي حاجات بتيجي فوق بعضيها وتقعدي تطلعي وتدخلي، الطريقة التالتة هي اللي هتنفع معاكي، بس متعبة مش زي دي شوية. طيب الطريقة دي انا حشت العيدان بتاعتها، وببدأ برضو ارص واحدة فوق واحدة فوق واحدة، وهبدأ احطه في الكيس وافرده زي ما انتوا شايفين كده زي اول طريقة يعتبر. بس الفرق ان انا حشت العيدان. اول واحدة كانت سهلة معاكي توفر معاكي وقت، دي هتوقفك شوية واحنا مش عايزين ناخد وقت في المطبخ، فانت اعملي اللي سهل عليكي. الطريقة دي حتى لو محشش العود كله مش مشكلة، ما هو كده كده بعد ما يتسلق بقطعه بايدي. شايفين بعد ما حشت الهوا وشوفوا ما شاء الله زي اللي بتشتريه من بره. يعني انت بتشتريه من محلات بيبقى بالطريقة دي اللي هو في الاكياس. طيب نيجي بقى لتالت طريقة، وهي افضل طريقة يعتبر في التخزين، لانها بتبقى مفرغة من الهواء تماما، وبتقعد معاكي اطول فترة، وفي نفس الوقت ما بتتكسرش وما بتاخدش معاكي مكان في التخزين. دلوقتي برضو هنقص العيدان، بس هنقصها خالص، يعني مش هنخلي فيها ولا حتة صغيرة. دي بقى ما ينفعش نخلي فيها حتى حتة صغيرة علشان ما تقطعش معاكي الورق
واحنا بنخزن فيه. طيب بعد ما نقطع الكمية كلها هنفضل نرصه. طيب في ورق صغير، الورق الصغير بنحطه في النص ما بين الورق الكبير، ولازم اخر ورقة واول ورقة يكونوا حلوين، مش شرط اول ورقة، يعني اول ورقة هنلف عليها دي لازم تبقى كبيرة، واخر ورقة لازم تكون حلوة وتبقى صغيرة قوي. تمام. نفضل بقى نرص كده واحدة فوق واحدة، لا لازم نخليها مظبوطين من مكان معين. المكان اللي بنقطع منه القمع بتاعها ده نخلي كله في نفس المستوى. نعم بقى طويل وقصير من الجنب التاني مش مشكلة، مش فارقة معانا، اهم حاجة اخر ورقة هحطها وانا برص كده تكون كبيرة زي اللي انتوا شايفينها دي. هحطها بقى في الاخر كده، وهمسك بقى الرصة زي ما انتوا شايفين هي مظبوطة جدا. عندي هنا اللي هو النايلون، اللي هو الاسترتش اللي بنغلف بيه الاطباق. هنبدأ نفرده على المطبخ بتاعنا، وهقطعه على قد يعني حتة حلوة كده، بحيث ان انا هحط الورق عليها. وهقولك انت لو ما عندكيش النايلون ده انت مش لازم تشتريه، هقولك على البديل ليه. لو ما عندكيش، اول طريقة هنلفه زي صباع ورق العنب كده يكون كبير، وتدوسي وانت بتلفي، يعني تخليه ايه محكوم قوي علشان يكتملك الهوا. تمام، يعني ما يخليش فيها هوا. وهتتني الجوانب عادي مش هيأثر خالص عليها، وهتبدأي تلفي الاسترتش. شوفي حكمت لك الصباع، حكمت لك اللفة، يعني دي كلها لفة ما تاخدش معاكي مكان في الفريزر، وفي نفس الوقت ماسكة نفسها قوي، بحيث الورق مش هيتكسر ولا طرف يتكسر ولا حاجة. فما بتاخدش مكان ومش بتتكسر معاكي. وفي نفس الوقت لما بطلعها الفريزر وتسيبيها تفك شوية بتبقى كأنها لسه خضرة، وبتبقى حلوة جدا. عملت من النوعية دي 3، وبقية الكمية عملتها بالطريقة دي لأنها أسهل عندي، والواحد عايز حاجات تبقى سهلة على طول على طول. طيب الصباع اللي هناك ده تخين ليه؟ الصباع ده تخين لأن اللفة أكبر من اللفتين التانيين، ده بيفرق. مش معنى كده ان انا مش لفاها حلو او مش دايسه عليها قوي. والطريقه التانية انتوا شفتوها، ان انتي بتلفي بتحطي الورق وتلفيها بالاسترتش، دي تنفع، او تلفيها الاول وبعد كده تحطها في الاسترتش، دي تنفع. طيب ما عندكيش استرتش زي ده يا قمر، هتعملي ايه؟ اكياس زي دي برضو زي النايلون دي، وهتلفي اللفه من دي وتحشريها كده في الكيس، تحطي لفتين 3 جنب بعض ويحشروهم جنب بعض كده، وطلعي برضو منهم الهوا واربطيهم وبيبقوا زي الفل. وبس كده. ده كانت 3 طرق من افضل ال3 طرق اللي انا جربتهم واللي اشتغلت بيهم وكانت عاجبه الناس جدا. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكي، واتمنى بقى تحطيه لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس، واشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسناش في دعوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.